مش اي كبابجي يتقال عليه عنتر الكبابجي. 80 سنة بيشوي، وعشان أكلة المشوي لها أصول، فأنا النهاردة كان لازم أروح أجرب عنتر الكبابجي. حبيت بقى اجرب من المنيو كذا حاجه، واللي شجعني على كده الاسعار. جبت اكبر صينيه هناك، عيله العيله فيها يا صديقي كيلو كفته كبابجي على ابوه، كفته ضاني مستويه صح، وده المتوقع من عنتر الكبابجي. وحبيبي وحبيب كل اللي بيحبوا المشويات، نص كيلو طرب بينز وبيلز، مع 2 فرخه شيش، ونص كيلو صدور مشويه. الفراخ يا جماعه من انضف الفراخ اللي ممكن تاكلها في اي حته، ونص كيلو سجق مشوي قليل قوي لما بلاقيه حد عامله بالحلاوه دي، ونص كيلو شيش طاووق، مع نص كيلو ممبار. ولزوم بقى التحابيش الصينيه دي كان لازم يبقى معاها ربع ورق عنب و2 حواوشي مع فرشه رز بسمتي. الصينيه التانيه مش هيقدرها غير كيفه المشويات. صينيه الكبابجي فيها ربع كباب، ربع ريش، ربع طرب، ربع كفته، ربع ممبار، مع فرشه رز بسمتي. كل المشويات اللي في الصينيه دي جامده، بس الريش في حته تانيه خالص. والاصحاب المزاج بقى جربت واحد من اطباق الشيف، ده ربع ديك رومي، ورك كامل دايب، بصوا شايفين العظمه طلعت ازاي، واللحمه بتاعته دايبه. جربت بقى وجبه من المنيو بتاع الشبابجي، وجبه فراخ تندوري. خلينا متفقين ان الفراخ عند عنتر ولا غلطه. والمفاجاه اللي لقيتها هناك السي فود. انا عنتر بالنسبه لي كبابجي، فطلبت من عنده مكبكه سي فود، كيلو فيليه مع كيلو جمبري جامبو على ابوه. بغض النظر عن جمدان الجمبري ولا المكرونه، اهم حاجه انها مش زفره. ده كان فرع دندي، وعندهم فرع تاني في الشيخ زايد قدام جرينز كومباوند. يلا جو.